العالم في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده بقى مليان مليون حاجة بتشفط طاقتك وتركيزك وبتحاول دايما تخليك عبد ليها علشان تستفيد منك أكبر استفادة. وللأسف قلة الوعي اللي عندنا بيخلينا بننجرف لسلوكيات إدمانية بتسيطر علينا وبتتحكم في أفعالنا وقراراتنا وبتدمر مستويات الدوبامين عندنا وتفقدنا اللذة الطبيعية لأي حاجة حلوة في الحياة. أنا كنت بعاني من السلوك الإدماني ده زي ما أغلبنا بيعاني منه، لكن بشوية معرفة صغيرين بقى عندي وعي بالسلوك ده وقدرت أتحكم فيه. وفي الفيديو بتاع النهاردة أنا جاي أقولك إزاي من خلال طريقتين بس سيكولوجيين من علم النفس يعني تتخلص من إدمان أي عادة من خلال التحكم في الطريقة اللي دماغك وعقلك بيشتغل بيها. التكنيك الأول أو الطريقة الأولى علشان تتخلص من أي عادة حاسس إنك مدمن عليها هي إنك ما تصدقش أفكارك. دايما لما بتحاول تتخلص من أي إدمان لأي عادة عندك هتلاقي إن عقلك بيقولك أكاذيب وبيديك مبررات زي إن الموضوع بسيط أو عادي وإن كل الناس بتعملها وإن الموضوع مش بالسوء ده، أو خلينا نقلل واحدة واحدة أو نعملها لآخر مرة وخلاص، وغيرها من المبررات اللي عقلك بيديها لك بشكل انت غير مدركه علشان تفضل متمسك بالعادة السيئة اللي انت حاسس انها بتدمر حياتك وبتفقدك السيطرة على حياتك. فاوعى تصدق عقلك في الوقت ده، لان كل الافكار دي هي الادمان نفسه بيحاول ينجو وبيمارس طريقة دفاعية علشان يفضل في نفس الحالة، فما تصدقهوش. تخيل عقلك اللي هو أسوأ أعدائك واسمع صوته في الحالة دي وحط نفسك في موضع الشخص اللي عارف إن اللي قدامه بيكذب عليه. لما تكون واعي إن كل الأفكار هي مبررات بيدافع بها العقل عن إدمانه علشان يفضل في منطقة الراحة بتاعته وما يبذلش مجهود زيادة أو يعمل حاجة جديدة عليه أو يتخلى عن حاجة اتعود عليها، مستوى وعيك بأفكارك وأفعالك بيزيد بشكل لا إرادي، وساعتها هيكون عندك قدرة أكبر على مواجهة الأفكار دي وهزيمة سلوكك الإدماني ده. التكنيك التاني أو الطريقة التانية هي كون صورة ذهنية لنفسك، أو كون واخلق صورة لنفسك بالشكل اللي أنت بتحبه أو عايز توصله جوه دماغك. مشكلة أي حد فينا بيعاني من سلوك إدماني، سواء إدمان على الموبايل والسوشيال ميديا أو على الأكل الضار أو التدخين أو المخدرات أو أي عادة سيئة تانية، هي إنه بيكون بيكون صورة لنفسه في عقله، والعادة دي أو الإدمان ده بيكون في تكوينه بشكل باطني. يعني الشخص ما بيعرفش يتخيل نفسه غير وهو شخص بيقلب في الموبايل بشكل لا نهائي بدون وعي، ما بيقدرش يتخيل نفسه غير ان هو شخص مدخن. فدي صورة ذهنية لنفسك مرتبطة بالعادة بتاعتك جوه عقلك بشكل غير واعي، بشكل انت مش مدركه، بشكل باطني. فزي ما قلت لك الشخص اللي بيدخن بشراهة صورته عن نفسه في دماغه هو صورته هو بيدخن، وبالتالي عادة التدخين هتكون مرتبطة ذهنيا ونفسيا وسلوكيا بتكوينه أصلا، وهتكون عادة بيمارسها بدون وعي. وكل ما مارست عادة بدون وعي أو كل ما مارست عادة أكتر، كل ما ارتبطت العادة دي بعقلك الباطن وبقى بتعملها بشكل تلقائي بدون ما تفكر فيها أو بدون ما تكون حاسس بالضرر اللي هيجيلك منها، سواء على المدى القصير أو على المدى الأبعد، وده بيكون الحالات الأكتر. والحل هنا إنك تتخيل نفسك بدون العادة اللي انت عايز تبطلها دي وتعوضها في خيالك مبدئيا بعادة تانية إيجابية. ولازم تصدق صورتك الذهنية الجديدة دي وتبدأ تغذيها بأفعال وكلام وبيئة متوافقة معاها. يعني لو انت مثلا عايز تكون شخص صحي فلازم ترسم صورة لنفسك جوه عقلك وانت شخص أكله كله صحي بأكبر قدر ممكن، ويكون شخص بيمارس الرياضة، يكون شخص عنده الجسم اللي انت عايز توصله. لازم ترسم لنفسك جوه عقلك صورة بالشكل اللي انت عايز توصله لما تبطل العادة اللي عندك دلوقتي، وتبدأ تغذي الصورة اللي انت عملتها دي بعادات تقربك ليها، تقربك لهدفك. الموضوع لازم يتاخد بشكل تدريجي لأنه عامل زي السواقة بالظبط. أول ما بتتعلم السواقة بتكون دايما متلجلج وخايف وقلقان وبتبص جنبك وحواليك، بتحاول تبص على كل أداة وكل حاجة هتستخدمها في العربية علشان بتكون قلقان، لسه كل حاجة جديدة عليك. لكن مع الوقت ومع التكرار ومع الممارسة
قدرتك على السواقة بتكون غير واعية، يعني بتتحرك بدون ما تفكر في كل حركة هتعملها علشان تعمل حاجة أو توصل من خلالها لنتيجة معينة. بتسوق عادي بدون ما تفكر، ممكن أصلا تعمل كذا حاجة وانت بتسوق، وبتسوق بشكل احترافي بدون أي خوف أو قلق. ده ما بيجيش بين يوم وليلة، ده بيجي من خلال الممارسة المتكررة. كل ما مارست شيء بشكل مكرر، كل ما العادة أو الشيء ده اتغرس جوه عقلك وبدأ عقلك يمارسه وجسمك يتحرك بناء عليه بدون ما تفكر فيه. ده بينطبق على العادات السيئة زي اللي انت بتعملها دلوقتي. معظم العادات اللي انت بتعملها دلوقتي بتعملها من غير ما تفكر فيها. وبرضه بينطبق على العادات الإيجابية اللي انت لازم تتبناها، والصعوبة كلها في انك تتبنى عادة. فازاي تتبنى عادة؟ من خلال الطريقتين دول: ارسم صورة ذهنية لنفسك، وما تصدقش أفكارك وانت بتحاول تبني عادة جديدة تعوض بيها الفراغ اللي بقى موجود بسبب تركك للعادة السيئة. الفيديو ده مش طويل قوي، لكني لخصت فيه حرفيا عشرات الكتب اللي بتتكلم عن السلوك الإدماني وبناء العادات وازاي تتخلص من عادات سيئة. فلو شايف ان الفيديو ده فادك او نور لك حتى لو نقطة بسيطة ازاي تكون احسن، فما تبخلش عليا بانك تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واستنى الفيديوهات اللي جاية، لأنها فيديوهات فعلا من قلبي، وبحط فيها خلاصة معرفتي وخلاصة قراءاتي في ازاي الشخص يقدر يوصل للنسخة الأقوى الأذكى والأثرى من نفسه. شكرا ليك، واشوفك الفيديو الجاي.